سمحتوا ثانية، احنا في دنيا فانية. أول قاعدة من قواعد الجواز، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم بنعمل إيه؟ بنختار. الاختيار ده عليه أكتر من 50-60% من نجاح الجوازة. لو اخترتي صح كل حاجة ممكن تتدبر بعد كده. لو اخترتي غلط والله لما تعملي ايه، لما ظروفك تكون ايه، لما ظروفك تكون ايه، الاختيار الغلط زي ما بيقولوا بالظبط اختياراتي بتدمر حياتي. وعشان اختياراتك ما تدمرش حياتك لازم تختار صح. وعشان تختار صح اول حاجة طبعا لازم تختاروا سواء راجل او ست الناس اللي سمعتها كويسة، الناس اللي بتتقي الله في اي حد، ده طبعا دي مفروغ منها راجل او ست. في بقى صفات لو عرفناها في الراجل لازم نبعد عنه، وصفات لو عرفناها في البنت لازم نبعد عنها. بالنسبة للراجل، لو عرفتي ان الراجل ده بخيل اوعي 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 تتجوزيه. هتقولي ما انا معايا فلوسي، ما انا مش محتاجه فلوس، انا غنيه والحمد لله. لا، الموضوع مش فلوس، الموضوع معنوي. لما تحسي ان جوزك اللي مفروض يصرف عليكي مستخسر فيكي وهو معاه فلوس، لما تحسي انك لو احتجتي حاجه لا ده هو لازم يعني يرمي الفلوس ولا انه يديها لك، هو ده صفه البخيل. البخيل عمره ما بيتغير. البخيل ما بيشوفش نفسه بخيل، بيشوف نفسه هو سعادته في انه يبقى بخيل، سعادته في انه يحوش الفلوس ويحوشها او اي حاجه بس ما يصرفهاش. فانتي هتكوني متضايقه منه، هتكوني بيوصلوا لمرحله الاحتقار. يعني الست بتحتقر جوزها لما يبخل عليها في حاجات معينه. البخيل صفه وحشه جدا 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 جدا، ابعدي عنه. تاني صفه في الراجل لو لقيتيها فيه اوعي تتجوزيه او تكملي او تقبليه، انه يكون ملوش كبير. الراجل اللي ملوش كبير ما انت كده كده هتتخانقوا، كده كده هيكون في مشاكل، كده كده ما تضمنيش ظروف الحياه. فلما الراجل بيكون ليه كبير انت بتبقي محتاجه ده، بتبقي محتاجه انه يرجع. لما باباه يقول له لا يا ابني عيب، امه تقول له لا يا ابني عيب، كده يسمع الكلام. ما انتش ضامنه الظروف، ما انتش ضامنه المستقبل. لازم يكون جوزك ليه كبير ترجعي له، ما تكونش اخته عقربه وامه عقربه فنعيش حياتنا مع العقارب ويقوموا عليكي وملوش كبير. موضوع ملوش كبير ده مخلى ناس كتيره جدا جدا تبوظ جوازاتهم. تالت صفة في الراجل اللي اوعي تتجوزيه لو لقيتيها فيه، انه يكون كذاب هتاش. يعني ايه كذاب هتاش؟ يعني بيكذب بلا مبرر. بيقعد معاكي يحكي التايتل بس صح، بعد كده كل اللي تحتيه هتش هتش بيبان. يسرح بقى، خياله واسع ويسرح ويحكي لك حكايات. الصفة دي سخيفة جدا. ليه سخيفة؟ لأنك بتبقي قاعدة معاه ما انتش عارفة، بتوهي ما انتش عارفة ايه الصح من الغلط. طب أنا الحتة دي صح، طب وبعدين تهنا بقى، طب يا ترى اللي بيقوله ده صح، يا ترى اللي بيقوله ده غلط. تخيلي قاعدة مع جوزك اللي المفروض تكونوا بتتكلموا بقمة الصراحة، انه بيكذب بلا مبرر، بلا اي حاجه. ما بتبقيش عارفه يا ترى ده صح يا ترى ده غلط. طول الوقت حتى لو صادق بتبقي حاسه ان يا ترى الكلام ده حصل ولا ما حصلش. ودي حاجه مزعجه قوي قوي قوي، ان انت قاعده ما انتش مش عارفه انت بتتكلمي. طب هتكلم ليه لما انا عارفه ان الحوار كله 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 مبني على كذبه؟ هكمل ليه؟ ومن اهم بقى الصفه اللي لو لقيتيها، من اهم الصفات اللي لو لقيتيها في الراجل اللي قدامك تجري وتبعدي عنه فورا، الراجل النرجسي. وما ادراكي ما الراجل النرجسي؟ ما هو الراجل النرجسي؟ الراجل النرجسي هو الباشا اللي الكون كله بيدور حواليه، الباشا اللي ما يشوفش نفسه غلطان ابدا، الباشا اللي ربوه اهله على ان انت بس اللي ليك حقوق، ما عليكش اي واجبات، انت بس اللي تؤمر وتنهي، انت بس الامر الناهي، المغرور اللي شايف نفسه، اللي معجب بنفسه الفظيع، اللي شايف نفسه احسن حاجه في الدنيا وخساره في كل واحده في الدنيا. ومهما عملتي اعملي بقى اللي تعمليه، اديله صوابعك ال10 شمع، لا لا لا، كان في صباع فيهم الشمعه بتاعته ما كانتش تمام قوي قوي، مش مبسوط، انا مش مبسوط.
دايما مش راضي عنك، دايما هيعقدك في نفسك، دايما هو الصح، دايما انت مقصرة، دايما انتي وانتي وانتي. اما هو ما بيعملش حاجه خالص، هو الباشا، الباشا اللي اهله واخواته ومامته علموه ان انت الباشا، انت بس حقوقك بس. الراجل النرجسي جوازته فاشله وهباب ونيله، ابعد عنه. بالنسبه للراجل لما تكون رايح تخطب، في صفات في البنت اوعى تقرب منها ولا تخطبها لو لقيتها. وخليك راجل عاقل كده، خليك راجل عاقل. مش كل حاجه شكلها حلو، مش شكلها حلو ماشي اوكي. طبعا كده كده لازم نكون بنختار واحده بتخاف ربنا او واحد بيخاف ربنا. طيب لو ايه في البنت لازم تبعد عنها؟ اول صفه في البنت لازم تبعد عنها، واوعى اوعى اوعى تكمل، لو هي بتزعق لمامتها او باباها. لو شفت بنت بتشخط في مامتها في باباها هتبهدلك، هتبهدلك. هتقول لا 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 اصلا انا جامد جدا ومش هتقدر تعمل كده معايا، دي هتعمل كده وكده وكده. صدقني انا هتعمل، والله العظيم هتعمل، هتبهدلك. طالما بتزعق لمامتها وبتعلي صوتها عليها، يبقى ده اللايف ستايل بتاعها. هي مش عارفه ان هي بتزعق، اصل انا عصبيه، اصل انا مش عارفه، هو انا زعقت له، هو انا ضايقته. طب انت هتقول ايه؟ مش مشكله، لما هتزعلي هزعق لها. اوكي اوكي، جو اون بقى، هتعيش حياتك بقى تزعق لك وتزعق لها، وعيشه مهزأه وعيشه ما فيهاش احترام، وتبقى قدام الناس كده فله شمعه منوره، راجل ملوي هدومك كده بتتهزق وتبقى مهزأ. صراحة هتبقى مهزأ. وانت بقى هتزعق لها هتضربها هتضربك، هتزعق لها هتزعق لك. خلاص الحياة بقت عيشة مهزأة. تاني صفة في البنت اوعى تخطبها لو هي فيها الصفة دي، ان هي باصة لبنت خالتها وبنت عمتها وصاحبتها واختها. لو انت جبت لها شقة زي بتاعت اختها، هتروح تدور على عربية زي بتاع بنت خالتها، هتروح تدور على بنت عمتها اللي بتسافر كل صيف في هنا وهنا وهنا. مش هتخلص، مش هتخلص حاجة، ما هتتفتح، مش هتخلص. هنشوف بنت عمتها بنت خالتها صاحبتها قريبتها، مش هتخلص. فهتلاقي نفسك في دوامة وفي صراع، وان انت دايما مطالب بحاجات انت مش في امكانياتك. ولو ربنا بقى فرجها على حد فيهم تبقى ليلتك سودة. لا، ما تاخدش واحدة بتبص لحد، لازم تاخد واحدة عينها مليانة، واثقة في نفسها، عايشة على قدك وقدها، رضيت بظروفك كده خلاص. ملناش دعوة بقى حبيبتي، ملناش دعوة بجوز بنت عمتك ولا جوز بنت خالتك ولا جوز اختك. لو فيها الصفة دي اوعى. ودي كانت أول قاعدة، إنك تختار صح. حصل إنك أنت اخترت واحدة وفترة الخطوبة، أو أنت اخترتي واحد وفترة الخطوبة لقيتي لا 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 أنا مش قادرة أكمل، أو هو مش كويس، هو مش كويس، اوعي واوعى تقول هنكمل علشان اتخطبنا وقدام الناس. دي تاني قاعدة. تاني قاعدة، إنك لو بعد الخطوبة في حاجة قلبك احساسك بيبان، كل حاجه بتبان، قلبك احساسك بيقول ان الراجل ده في كذا وكذا وكذا، اوعي تكملي. حددتي الفرح، عزمتي المعازيم، عملتي كل حاجه، الحقي واجري، لف وارجع، لف وارجع تاني، ولفي وارجعي تاني. ودي تاني قاعده من قواعد الجواز 40. فصدقوني لو لقيتي اي مشكله في خطيبك، لفي وارجعي وتعالي على نفسك، علشان بعد كده التمن بيكون اغلى واكتر بكتير.